بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. الزمالك، اخواتي الزملكاويه ما يزعلوش، في حاجه غلط، في حاجه بتحصل. هزيمه، فريق النساء الاهلي يكسب الزمالك في 100 عقبه غريبه. بعديها فريق الناشئين المواليد 2005 الاهلي يكسب الزمالك. بعديها الزمالك يتغلب من فريق كره اليد الشباب جوه الزمالك. الظاهر انه القلعه بقى فيها مشكله من يوم ما الكابتن حسين لبيب، ومن يوم السوبر القلعه بقى فيها مشكله. الزمالك بقى عنده مشكله، بقت خبطه في الراس واثنين وثلاثه. الزمالك من يوم ما بدا كسب السوبر الافريقي وبقى فيه مشكله كبيره عند النادي الزمالك. تقريبا لعيبه الاهلي بقت بالكز. كل الالعاب الرياضيه، كل الالعاب، يد، قدم، نساء، في حاجه غلط. بالراحه بالراحه يعني، الاهلاويه بالراحه شويه، بالراحه على الزمالك. يعني الزمالك برضو فريق كبير وقلعه رياضيه مهمه في مصر. ان شاء الله الامور تتحسن في نادي الزمالك. كمان عايز اكلمكم في حاجه مهمه قوي. خلاص صفقه لاعب ليفربول وفي اوجاريا خلاص مش هتتم، وكويس انها مش هتتم عشان الزمالك ما يخسرش. احنا كفايه قوي صفقه بوبنزا اللي مش عارفين هي طارت ولا لسه ما طارتش. الزمالك هيعرف ياخد حق ولا مش هيعرف؟ بس هل الزمالك هيخش ويكمل صفقه زين الدين بالعيد؟ هو لاعب مهم وهيقدر هيجيب قيمه ماليه قليله، اعاره مجانا، يعني اعاره مش هيدفع فيها حاجه للنادي البلجيكي. وكمان السنه الثانيه ليه حق الشراء ب 800,000 يورو، ودي قيمه انا شايف ان هي قيمه كويسه للاعب قوي زي زين الدين بالعيد. بس المشكله ان جوميز مش عايز يدعم الدفاع دلوقتي. جوميز شايف ان خط الدفاع بتاعه قوي ومحتاج المهاجم اكتر، مع انه عنده المهاجمين موجودين. بس كل ده زين الدين بالعيد اللاعب الانجليزي لازم الاول الزمالك يشوف طريقه مع سامسون عشان يفسخ التعاقد معاه. ده المهم، ان الزمالك لازم يشوف. النهارده بقى فريق كره القدم النسائي في النادي الاهلي قدر يكسب فريق وادي دجله. فريق وادي دجله تقريبا هو البعبع بتاع كره القدم النسائيه. ان الاهلي يقدر يكسبه يبين لكم ان الاهلي اهتم، خطط، جاب لعيبه محترفين. ثم الاهلي يكسب امتى بقى؟ بلس 90، جينات بلس 90. الظاهر ان جينات بلس 90 بتتورث داخل النادي الاهلي. كره قدم نسائي، كره قدم عاديه، كره قدم، المهم في الاخر ان في جينات بتتورث داخل النادي الاهلي انه لازم بلس 90. الاهلي ما بيكسبش ماتش كده وخلاص، لازم في اخر لحظه والفرقه اللي قصاده حاسه ان المباراه تنتهي، هوب، فعلا جينات بتتوارث. النهارده الاهلي يكسب حرس الحدود ويكسبوا 3. اشرف داري عمل مباراه اثبتت فعلا انه هيبقى نقله نوعيه في دفاع النادي الاهلي. حتى في الكوره عمر الساعي لما لعب، لا لاعب فعلا هيبقى قطعه مهمه جدا في وسط النادي الاهلي. الاهلي انا قلت لكم في الفيديو اللي فات انه اسامه فيصل، لكن اسامه فيصل بدا يبعد شويه، والبنوبي هو وزيكو هم اللي يقربوا من التعاقد مع النادي الاهلي ويتم اعلانهم. احنا عارفين ان باب القيد لسه لغايه يوم 25. الاهلي هيبقى مهتم بيهم. قلت لكم ان دي الصفقات اللي الاهلي عايزها للمستقبل، مش بس عايزها للانتركونتيننتال ولا تكمله بطوله افريقيا ولا الدوري. الاهلي بيخطط للمستقبل، الاهلي بيخطط لكاس العالم 2025 اللي في امريكا، والاهلي ماشي بطريقه مظبوطه. كمان كابتن حسام زعلان ان الجمهور ما حضرش. كابتن حسام في جزء كبير يخص المنتخب. كابتن حسام بعض التصريحات بتاعتك هي اللي بتأدي ان الجمهور ما يبقاش قريب. انت مش قادر تكسب جمهور المنتخب. مش هقول لكم بس ان ارتفاع ثمن التذكره اللي كل الاعلاميين كابتن احمد شوبير اتكلم فيه، وان القيمه كبيره، انت عايز تشجع بلدك فلازم الاتحاد الكره ما بيبقاش بيدور على مكسب. حتى لو بيعملها مجانا هو يهمه ان الناس ترتبط بالمنتخب. اتمنى ان الجمهور يزيد في المباراه الجايه.